بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. قال ربنا عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. فتوجه بالشكر الجزيل إلى جميع الإخوة القائمين على هذا المسجد المبارك، فضيلة الشيخ رفع الله قدره ورفع الله قدر الجميع. وأشكركم جزيل الشكر على الحفاوة وعلى هذا الترحاب الذي في الحقيقة يعبر عن حب للدين ووفاء للإسلام، بل وفاء أيضا لأصالة شعبنا الجزائري المسلم ولأصالة شعب هذه المنطقة المباركة ولاد سيدي إبراهيم. وقد قال علماؤنا: ما جاء على أصله لا سؤال عليه. يعني ذوكني بارك ربي ويجزي ربي الخير أما الشيخ أما ذو قدي قد شنا في الجامع مزي مقار أكل مثلا كوني حرز ربي إن شاء الله، كوني يفكر ربي الخير ونتي خير، وكوني يفكر ربي إن شاء الله ثم عيش اللي سر ثلاثة سر إن شاء الله ينتفغى ميقضى أي ينتقاد ميقضى. مثلا عنوان الدرس: القرآن منهاج حياة. نحمد ربي نشكر إمي ينزل ربي سبحانه القرآن وتكفل بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ونزميران السين القيمة من الخدمة المقارنة. أنا في كتابي النظام الله أكبر، الإنسان تدخل وحرف ما حرف في الكتب الأخرى السماوية، ولكن هذا الكتاب العزيز تكفى الله بحفظه. القرآن الكريم يتحفظ أكن في الدين زال ربي سبحانه عز وجل. هذه قيمة السهرة الساعة زكاة أنا مثل يردونيث: إن ربي إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والقرآن أكثر الكتب السماوية كالملانت وينتد رسالة التوحيد. رسالة التوحيد نسيد الأساس من الدين، أصل الأصول هو التوحيد. سجله القرآن في سورة الأنبياء الآية 25: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أكثر كتابين أكن ملات صوضنتد رسالة التوحيد: ربي ونرسى شريك. عبر عن ذلك أحد الشعراء: إناس سلعة ديالن ذي الزبور لذيور وذي تفرفيرن، سلعة ديالن ذي التوراة إذرار وذ علين، سلعة ديالن ذي الإنجيل التجرة ذوين ثمرن، سلعة ديالن ذي القرآن يلدين في بوراي غلقن ينزل في محمد رسول النبي عزيز صلى الله عليه وسلم. وكي أصل الأصول. إذن مدام العقيدة التوحيد ثلا ربي نحمد ربي نشكر، ولكن القرآن كيرنا يغدا النظام يخدم ينجرد أفريذ ومقارن أفريذ السلامة وثكين دما. ينادى ربي سورة الإسراء الآية 19: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، عقيدة، عبادة، شريعة، أخلاقا وسلوكا. منهاج حياة. مع القرآن الكريم يدي في ربي سبحانه إذ نسال غياوين يغدي نجرنا فريد السلامة ذي كل مجالات. أما ذين يعني الإيمان الحمد لله ربي ونوريس عشريك الله يبارك، ولاش ديك الإيمان يزدي يصفى، ولاش يعني ذين ريق في العقل وذين ريق في الول وذين أرد يفكن راحة البال ربي إيون. وثاقي مسألة مهمة جدا. زران الشرك يقوى ذي زيه، ولكن اسمي يسأل القرآن يصفى يكل الكتب السماوية تصفين تزيز دينت يساد القرآن الكريم اكتمل الدين كما قال القرآن في أوائل سورة المائدة:
اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. شوف لغة القرآن، ماشي ييأس ويئس، معناها القرآن يسجل لحظات الاحتضار الأخيرة للشرك والكفر العالميين. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. وبعدين ربي يناد اليوم أكملت لكم دينكم، إذن ديني نكمل، وأتممت عليكم نعمتي. الإسلام نعمة ثم قرات، ورضيت لكم الإسلام دينا. ربي الحمد لله كل شيء فان زدي يصفى ما شاء الله. الآية قد ينزلن ذي حجة الوداع، بدي حج النبي عليه الصلاة والسلام، الحكاية معروفة في كتب السيرة. تنزل الآية، أما آخر آية أنزلت في القرآن ماشي تسا ذي الآية ديوسان ذي سورة البقرة الآية 281 عند دين ربي سبحانه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بعدها تأتي أكبر آية في القرآن وهي آية الدين، مداينة، الآية 282 سورة البقرة، يا أيها الذين آمنوا إلى آخر الآية 282. إذن القرآن الكريم الحمد لله منهاج حياة، منهاج حياة في جميع المجالات. نشرح الآن بعض التفاصيل. أبدأ أنبذو الجانب العقدي، الجانب الإيماني. ربي سبحانه يناد أسمنا ربيون، خاطر ذاك مسألة مهمة جماعة الخير. وين وميعرقوا فريد غير ربي سبحانه يتصوضارا ديجا ذي الدونيث ما الحور يون بمكان من بعد يعرق سوفريد يفا ديما نسدي الانترسيكسيون مفترق الطرق ورزران سريع الدين إلاق انجيد إلاق دليل. والقرآن ذنسي دليلنا ذنسي لابوصول إلا يونيك كتاب اسمه البوصلة القرآنية تحت عنوان البوصلة القرآنية. القرآن إن أشغل دينا إناد ربي مثلا في سورة البقرة ربي ناد بعد آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم المدينة فمن لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. أشو دينا بعد ذلك فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. الكفر بالطاغوت مقدم على الإيمان بالله. لماذا؟ باش يكون الإيمان صافيا من كل الشوائب. فمن يكفر بالطاغوت، والقرآن كلامه بليغ بل في أرقى مستوى البلاغة. ودينا الطاغية، لو كان دينا الطاغية صحيح طاغية، ولكن الطاغوت ذي تعرف في قاعدة أشو درنا الزيادة في المبنى تؤدي إلى الزيادة في المعنى. خاطر مدين طاغية خفيفة مدين طاغوت قال العلماء كلمة تملأ الفم شورى إيمي شورى قموش بلاد طاغوت. مادام هناك زيادة في المبنى إذن يؤدي ذلك إلى الزيادة في المعنى. فمن يكفر بالطاغوت تساوي لا إله بلغة الحساب الرياضيات. فمن يكفر بالطاغوت نفي تساوي لا إله نفي، ويؤمن بالله تساوي إلا الله إثبات. لا إله إلا الله نفي وإثبات. بعدين لا إله ولاش وقي نفي، وبعدين إلا الله إثبات الألوهية لله وحده ربي وليس شريك. أولا قد نقار الشهادة لا إله إلا الله تساوي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله النتيجة فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. يعني أن السعد بين طفن ذي لا إله إلا الله محمد رسول الله ذوقي ذا بريد السلامة وثكين دما. ولكن بعد القرآن شو غدينا إناش الإيمان قد درجات ذلك يغدنا يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله. أكنيك قوى الإيمان ذقول بنادم أولا يحقق السكينة في الحياة الذي يرتاح. خاطر المؤمن صار كان كل يوم دين غادي يجرب مال الإيمان يزاد
ينرنا أسحو الفوضى تاكل سيوسم السعادة راحة البال مؤمن الحمد لله زلط ديال الوقت تعبد ربي طائع أتصوض السكينة والسكينة يتمثل في التنزال ديال السواق الراحة بول والتنزال ديال السواق لأن يغدينا ربي ديال الآية النظام يناد ألا بذكر الله تطمئن القلوب وناد في آية أخرى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وناد ربي الآية النظام إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا النتيجة فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها ذاك يتمثل ربي غادي يقار مسعى من الإيمان يجهد يصحى يقوى أتسعو من راحة بول السكينة مازال الخير وايض ذي الإيمان ذا شوث تاكمات أكني قل الإيمان تاكمات ربي ند إنما المؤمنون إخوة الأخوة في النسب ثلا القرابة الدموية الأخوة في الله الأخوة في الإسلام وين ديننا لا إله إلا الله محمد رسول الله كماتنا إنما المؤمنون إخوة ربي شديت الإيمان إلى الخير وايض صلة الرحم كما تحدث فضيلة الشيخ من المية إلى الإيمان صلة الرحم تحفظ الأرحام خطر مربوطة بالتقوى بالإيمان بالله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام يدينا لا يدخل الجنة قاطع رحم خطر الجنة هدف المؤمن رضوان الله ودخول الجنة أليس كذلك نبغى كون يشمل الجنة ولكن ربي يفقنا غدا فريد للجنة صلة الرحم إن لا يدخل الجنة قاطع حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث آخر إن ليس الواصل بالمكافئ حديث كثيرة في بيان صلة الأرحام فإذا ذي الخير وايض إلى الخير وايض ذا شو الثبات الإنسان ما يلطف ربي يسعى الإيمان ربي يثبتوا ذرار كما كان أجدادنا وأسلافنا بنوا أمجادا على أمجاد وصبروا وقاوموا كل تحديات الدنيا عند الصوظن والآن ننعم في هذه القرية المباركة وفي هذا المسجد المبارك مسجد الفتح بولاية إبراهيم غادي باللي الدونيث كي غادينا ربي القرآن الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولكن أمشي راه الصبر إذا ربي دي ساكن الثبات ربي ساكن الثبات على حسب الإيمان ما يقوى الإيمان الثبات ذيلي ما إلا ولاش الإيمان بيبري كان شوط كان بلاك المشكلة مش توحد غادي يسرح لذلك توالي مسائل الدونيث الناس امتحنوا يسعى تجربة يعيش من بعد يجي تظل يجي طاعة إلى آخره ما يسعى الإيمان خاطئ أين ديوسان مرحبستك الشر ربي ناد ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون الآيتان 155 156 من سورة البقرة لا ربي دينا ما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أكني قل الثبات بنادم أكني قل الإيمان هذه سعود الثبات إلا الدليل سورة إبراهيم الآية 26 27 ربي ناد يثبت الله الذين آمنوا وميتك ربي الثبات على حسب الإيمان يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت يعني حتى القول ثابت بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء سورة إبراهيم الآية 26 الآية 27 فغادينا يتمثل ثبتكي عبر عنه ذا الإمام الشافعي الله يرضى عليه في قصيدته المعروفة في القضاء والقدر وجاب لي ربي وقيل نقطة الضعف نتاع الإنسان ممكن قول الإنسان مؤمن بربي بالملائكة عادي بالكتب السماوية نورمال مي وقتاش يبان الضعف نتاعو في القضاء والقدر كي تجي المصائب ثم يلا شيء لذلك الشافعي الله يرحمه دار شغل الأوردونونس يعني وصفة طبية الناس ندعي الأيام تفعل ما تشاء
وطب نفسا إذا حكم القضاء. وطب نفسا، لازم يكون عندك سكينة وراحة. وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والسخاء. يغطى بالسماحة كل عيب، وكم عيب يغطيه السخاء. المدينة فلا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا شقاء. إذا ما كنت ذا قلب قنوع، فأنت ومالك الدنيا سواء. المسكين ومن نزلت بساحته المنايا، فلا أرض تقيه ولا سماء. وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. وصفة طبية علاجية. معناتها الإنسان ما إلى الإيمان جد قولي سكري قابل أين ديوسان أسيني مرحبا استكشر ربي. وهذه طبق ثلاث القواعد ثم زواروث. أغي جرب ربي سويني قفغا ماشي سويني نفغا. أغي جرب ربي أكني قفغا ماشي أكني نفغا. في ثلاثة أغي جرب ربي ملمي قفغا ماشي ملمي نفغا. غفرة دايا في كذاكي قواعد الإيمان بالقضاء والقدر، خيره وشره، حلوه ومره. أما الصلصة أما يسرو، أما يصفرح أما يسحزن، أما رزاي أما زيض. مرحبا استكشار ربي قدر الله وما شاء فعل. فقياكم من الخيرات ومن ثمرات نتاع الإيمان. ما زال من ثمرات الإيمان أيضا سمحتي الثبات في الآخرة. شو يسلم من الآية سورة إبراهيم المرأة يمث أمشي قار الشيخ في الدعاء النبي عليه الصلاة والسلام ميقن طليونا سيني استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. يعرض في منسيون ذوك الزكاة وحدس ولاش كليماتيزور ولاش لا موكيت ولاش الغاشي ولاش مولان ولاش الحباب. أنا بيت الدود، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الظلمة. أكاسي قارو زكاة أديا في مانيس ذوك خمور السين أمشاري السعدي صافي ذي الإيمان أني إقحرز ذي الدونيثيس ذن سغر يفذم وانس أثيف ذم وانس أسيني أرتساقاذ. السؤال ديوسان استفك الجواب لمنكر ونكير. لذلك إلى ذا هو النظام سمحتي الجزائريين يذكروا حاجة اسمها الرجلة في الركزة. روح عندها في الغيظة اخذ من العقود عشان يكون معايا راجل بلا كاغط بلا نوتير بلا. نهار اللي كانت لي فالور بقيمتها الناس يديروا عقود بلا كواغط بلا نوتير بلا موثق. وليس كذلك. الغاشي زنزول تساغن سووال تسويقا سووال بلا الكاغاض بلا جوج دبي بلا نوتير بلا والو. ذوال أخطر أول ساعة غزال ربي في سورة قاف الآية 18 إناد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ميدي فغوال سقيميش ذوال. وفقهاؤنا يقولون العقود تبرم بألفاظ اللافظين باللفظ. التوثيق الكواغ يكشم ذكيو الباب يسمي المصالح المرسلة مطلوب. نعم دوني الثوار الى العقود تكتفن وكذا سي نورمال ماشي حاجه مهمه. ولكن الاصل ان العقود تبرم بالفاظ الناس. وربنا ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. وربنا في سوره المائده تقوم السلام سوره قاف الايه 18 سوره المائده الايه الاولى ثم زواروث ربنا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. إذا جماعة الخير الدنيا ولاقي خاطر ربي شو دار ثروكزا ربي القرآن الناد وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى ربي هضرت ثروكزا. وربي الناد هذه الآية النظام من المؤمنين رجال يفكرت بعض الأوصاف في الآية منها صدقوا ما عاهدوا الله عليه. لذلك المهاجرون استحقوا وصف الصدق كما في سورة الحشر الآية 8 الآية 8 ربي هضرت في الآية 8 في المهاجرين الآية 9 في الأنصار بهذا الترتيب. الآية 8
ملي هضر في المهاجرين شو دينا آخر كلمة في الآية الثامنة أولئك هم الصادقون، يوصف ربي الصدق، والصدق يعني مرتبة عالية. نقراو في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، كمل صراط الذين أنعمت عليهم، أكن قال أشكون الذين أنعم الله عليهم؟ منوي أنوي ذيك السن أثناف ذي سورة النساء، يعني شرح الآية ذي سورة الفاتحة أثناف ذي سورة النساء الآية 69 من النبيين والصديقين. ربي يجعل مقام الصديقين بعد مقام الأنبياء، سبحان الله، أو ماشي الشوط يا جماعة الخير، بعد الأنبياء من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. تجي الآية 69 من سورة النساء يغدي شرحا سورة الفاتحة أنت دين ربي صراط اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. لذلك أدغلغ المهاجرين ربي وصفثني في سورة الحشر الآية 8 إن أولئك هم الصادقون. من بعد يروح الآية 9 يوصف الأنصار. أشو يدينا في الأنصار؟ وقال يسينا النبي عليه الصلاة والسلام مرحبا العسلامة، مرحبا العسلامة. المهاجرين عاشني ذاس عتفني ذاس قفلا الحيف أم قران العدوان قريش الكفار والمشركين، يعني بجميع الألوان، أما الأذى المعنوي الأذى المادي بجميع صور الأذى، يعني سعدنا الحفظ أم قران ذي مكة المكرمة هجرا إلى المدينة المنورة. أم بعد شو دينا ربي سبحانه عز وجل في حق المهاجرين في حق الصحابة إذ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. ميم للدوز الابتلاء أم حدوثة القرآن بتدرج، مستهم البأساء يكمل والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. الآية 9 من سورة الحشر ربي يهضر في الأنصار وقال يسيناني الرسول صلى الله عليه وسلم أكد المهاجرين مرحبا يسوان العسلامة نوان المدينة المنورة النبوية. ذكرهم الله بجملة أوصاف منها إناد يحبون من هاجر إليهم. تحدث الله عن الحب عن المحبة. الأنصار وسنينا رغي المهاجرين مرحبا يسون العسلامة نونا معناه يعني أتشمسهم ذا كان أتعيشم خاطي في كنس الحمالة، والحمالة مهمة. الحب في الله أساس متين في تحقيق السكينة والاستقرار والتناغم والانسجام والتعايش. ربي ناد في حق الأنصار يحبون من هاجر إليهم، حملا المهاجرين إديه جنورصا. من بعد شو دينا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يذكر صفة الإيثار. أينكم يسلمك في الرجلة في الرقزة. ربنا من المؤمنين الرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ما زال آية النظام ربي عند الرجال قوامون على النساء. شيء لطيفة من اللطائف. ربي ما يهضرد في الميراث تريكا ثمور تزمور ثيت كاميونا تراكتورا يناد للذكر مثل حظ الأنثيين. مفهوم؟ ذا يقول قرأ للرجال لا يقول حوجات في الركزة ذاكي هذه ورث، هذه ورث يموت بافاس من بعد ذي أول حقيس يا خاكا إناس مذيازيون وسفروا إلها إناس في الموت هذا السلاماس مسنا صلاة في النبي الطاهر نستغفر في الشفاعة فقصتنا المزيغ وعارة شحال فردان الساعة يقفوا يغزي في العمر لمدة دور الساعة اسمي وضع الميراث إنك تسد المس الحرف الثاء الصورة يوثه ثوثة الروح يساعد المرثى لا تستسن الورثة كل يونكن يتمني سي نورمال كل يوم شو يتمني ويتمني كاميون ويتمني تزمورث وتسمورث كل يوم عادي.
لذلك ربي سبحانه وتعالى إنات للذكر يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يلا ولكن سير ركزة أكن قارن ديال القبايل قارن شبحة بوركاز سير ركزة. إذن أكوين دني غاكاي وكافيوس الصفة من الإيمان. لذلك ربي سبحانه إن جرغد في القرآن الكريم أفرزنا الإيمان في مجال إلا مجال نظر مجال العبادة. طيب نؤمن من بعد إلا قنعبد ربي دوا اعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نؤمن ربي يلا أنا عبد ربي المنموث وذا غادي العبادة نسعى لي فافور نسعى رخص العبادة زاسي في الدين سوا دو ذي موري زميرا السيغيمي في الفقه إلا باب اسمي صلاة المريض والعاجز. هذه الزال سوا دو موري زميرا استغيميث موري زميرا في ذي سيفوس غاز الماض نصين جنيث. المهم هذه الزال ما إلا وري زميرا سوا مان استيمم فتيمموا صعيدا طيبا ليسموه العبارة الفقهية طهارة البدل. الطهارة المائية هي أصل والطهارة الترابية هي البدل. إذن ربي في كذا كتبولا مي فظلي ثلثار الكونجي ألم يموت بنادم وربي يدعو اعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والعبادة شاملة هذا معنى آخر من الدنيا القرآن منهج حياة. معنى تظلي تسعى المقاصد ينس يا رمضان يسعى المقاصد ينس الأهداف ينس. الزكاة عبادة مالية اجتماعية. معنى العبادة تروح ديريكت الأموال. هناك أوعية الزكاة سهذا ذريم يلا اشحال سفر الزكاة ساعة الذهب اشحال نصاب الذهب كم نصاب الذهب يا جماعة الخير ونساء الذهب اشحال يقلق باش هذه سفر الزكاة 85 جرام. ولكن جرام قنتورة النبي عليه الصلاة والسلام ودينارا إناد 20 دينار 20 دينار. وإذا مال الفضة أشحال ليكيفالون بسا 595 جرام. ولكن ذي الحديث يناد 200 درهم. ثم على الموطأ الحديث رقم 580 والحديث رقم 584 من أحاديث موطأ الإمام مالك رضي الله عنه. الدنيا راك معنا باش يدير الزكاة تكشم ديال الأموال باش تجيري الأموال تاع الناس. ربي فكاد وينات ديال القرآن وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. لذلك علماء الشريعة حينما نظروا في هذه الآية قالوا تكييفا لملكية الإنسان للمال قالوا هي ملكية استخلاف وإنابة وليست ملكية مطلقة لأن الله هو الذي يملك المال ابتداء وأثناء وانتهاء. معنى الأرزاق اللي فتا ربي ومذان إفكاثنيد ولكن الناد ستثرى بلي كل شيء يغالي ربي هكذا ماشي هكا أدي قال كل شيء ربي قال الشيء ذا جيرون مسير قال استقبالي الثمورث تفديل مولا ثمورث 1920 ورثت سيون يموت جسدي الورثة ويتسجل سوى صافي ثمورث تفديل مولان ذلك مدينا ربي القرآن ولله ميراث السماوات والأرض. ولكن الزكاة تشمد أغد تفهمها كان مكان نخدم الزكاة نسوفغ الزكاة وربي ذا غينا 8 الأصناف وما تفكم الزكاة. في سورة التوبة الآية رقم 60 إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها 8 الأصناف يستاهلا باش نسنفك الزكاة. عجب. وزاد الحج أثنى السنة الله يبارك توالي الحجاج هذه قبل ربي الحج إن شاء الله ويجعل ربي حج مبرور وإن شاء الله يوفق ربي الجميع ويقود في غير إن شاء الله تنسود ربي سمكني أدحجين جميعا. الحج عبادة النظام ذيك السفر ذيك الإرهاق ذيك العثاف ذيك ميزاغ فنين ما شاء الله فنين رحلة خالدة ما يليوني زردك الدوني ثاك لا فواياجور قلني جاماش يسفو السفر ينسمكي وقي واحد بس سفر الله يبارك مع الحجاج الإحرام لبيك اللهم لبيك ما شاء الله لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك نروح الطواف الله ما شاء الله أثن دي الساعة بين الصفا والمروة بعد دي اليوم الثامن رحنا المينا نغير عرفات الله يبارك ما شاء الله وبعدين الوقوف بعرفة يوم التاسع إلى آخره ما شاء الله يوم الحج الأكبر يوم 10 من ذي الحجة عجب. وبعدين أيام التشريق رحلة
يون فواياج الخير هذا جامي تيتسو بنادم ذا الانسان يشبه التجربه وجوث المتعه جوث الطاعه سعيوث الفنه. الله اكبر. مقر كلام العباده في الاسلام العباده كي نعبد ربي ساعه تصل الخصائص دي كاركتيرستيك منها انه هي عبادات شامله عباده تشبع العقل والعاطفه عباده ذاتيه واجتماعيه شيء عجيب يعني ذي العجب معناتها ويدينا كل شويه ذي الوحي بدينا الوحي القران والسنه خاطر كلاهما وحي النبي عليه الصلاه والسلام كما قال القران ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. ربنا تزل 300 كان نزل ذنبي غادي فكنن ربنا في سوره البقره الايه 110 اقيموا الصلاه واتوا الزكاه ولكن النبي عليه الصلاه والسلام يصلوا كما رايتموني اصلي زلت كنيث ولا ما تزلط. رمضان نسي غادي فكنن ياك تفاصيل رمضان الايه 183 من سوره البقره شهر رمضان الذي انزل فيه القران الى ولكن ان بعد ربي سبحانه الايه 185 الايه 183 الايه 185 ان بعد ذي الزكاه ربنا الزكاه من عليه الصلاه والسلام يبدا التفاصيل الحج ان خذوا عني مناسككم يعني عبادات ذكرت هذه التفاصيل باش نزر يعني واحد الدقه في المنهج القراني في العبادات. الامر الثالث ذكوين يعني الاخلاق والسلوك. الاخلاق والسلوك يعني حوايج صرف كاع خاطر ثم الا نؤمن ربي نصلى نصوزو من الحج كل شيء الا يتصرف كاع الى قصد في كازاليس الشرع يفكاس زاليس الحذاقه القدر الحرمه ياكل شغالك الكرم ياثي مسلكي ساعه تزل ذم قران ذي الاسلام. يكفي ذكر حديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم الإيمان 70 شعبة رواية الإمام مسلم الإيمان 60 شعبة رواية الإمام البخاري أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق لونفيرونمون يعني البيئة إلا قاتل زديث منفس وزديث إلا قاتل زدي من باب أولى ولا قاتل السمس من بعد الرواية نظنينات والحياء لحيا القدر شعبة من الإيمان. في حديث آخر إن الحياء خير كله في حديث آخر إن الحياء لا يأتي إلا بخير. في غادينير منظومة التربية والأخلاق ثلا ذي القرآن والسنة ثلا ذي الوحي الطاهر الوحي في كيس زال ذا قرآن يتصرف كاع يظل من ذا صلى والسلام يناد إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أنو يحمل ذا صلى والسلام طاس أنو يقرب نغوص يوم القيامة ذوين يسعن صرف كاع لاين إن هذا الحديث وايض إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. المؤمن يزمر ديال الدرجة علين وين يتصوزو من دقواس وذكيض يتصلى سوا شاريو الدرجة كي علين أتسيوز الصرف كاينس باش نصر باللي التصرف كاع ساعة مازال ذي الشرعيث. أخيرا المجال التشريعي. المجال التشريعي شريعة إلى قد يكتمل الدين القرآن منهاج حياة. الشريعة ثلا من بطن الأم إلى بطن الأرض شفو ثاس من البطن إلى البطن سقسمي الله بنادم يثعبط قماس سقسمي الله بنادم يثعبط قماس القرآن وكذا السنة وتجينا راه في كنس يزرفانيس في كنس الحقوق صح فقيولا شي ثند النظام سوى غورنا الإسلام فقط. المعنى يستدفع مثال أو مثالين. القرآن منع الشرع منع الإجهاض لافورتمون السغلين تاديست ممنوع أي غار خاطر في كيس حق الحياة أقشيشني يثعبط قماس يسعى الحق ذي يعيش سوى في حالات استثنائية نادرة ثقي حماية شرعية للجنين في بطن أمه يبروتيجي الشرع في كاس الحقيس يلا في كاس الحق نتريكا الميراث قبل دلال ما يموت بافاس نتسا يثابط قماس الشرع شو دينا الى قاس تجد الحقيس الطوفاني كاع يثابط قماس يعني وريز ماد نتقاشين في كي الحقيو في كي ثمورتنا ثزمورتنا ولكن الشرع في كاس الحقيس ولا
أدلال يسعى الحقوق ينس ذي الشريعة، من بعد يسعى المراحل من الحياة، مرحلة انعدام التمييز، انعدام الأهلية، وبعدين مرحلة نقصان الأهلية، وبعدين وتصرفاته 3 أنواع: تصرفات باطلة بطلا مطلقا، تصرفات نافعة نفعا محضا، ضررا محضا، نافعة نفعا محضا، تصرفات متأرجحة بين النفع والضرر، موقوفة على إجازة الولي. ذا قد يشمل الفقه، أغدي في التفاصيل والوقت لا يسمح باش نفصلوا فيها. في غادي يدير الإنسان كي الشرع ربي ثاني يدس يكشم الجامع إلا يدس، يخدم التجارة إلا يدس، ذي السواق إلا يدس، ألا ما يموت يموت في التجارة شرع. إنك الله العبد إلا قد ظلم في الله، إلا قد تزيز ديم، إلا قد تسلسم الكفن، وإلا قد ظلم في الناس، وإلا قد تنطلم، وإلا قد تعزيمي مولانيس. أش أثر نظني وانشتا ولا مجموعة الخير في قال يكذ الحقوق إفكاث نتيد الشرع إيواقي إنسلماقي جموثا يعاش ذي الدنيا صلى الله، ولكن الشرع في جرى جاب ربي الصورة واضحة. لذلك يا جماعة الخير الشريعة تحفظ وترعى الإنسان طول حياته. سكوا سمي ثابوت قماس ألا ما يبض ثابوت ساكل إذ قواكل إما يموت بعد 50 سنة يساد ينادي غيز ما ثوفي ضيغ السلميث يسعى الحرمة حذر تصديغ السلميث. لا صلاة والسلام يناد: كسر عظم الميت ككسره حيا. أشو المعنيس؟ المعنيس يسعى الحرمة، يسعى القيمة، يسعى الشان. أي غير دنيا ولاقي سورة خاطر الماء ليس غيزي باش يدفنو نورمال. ثوفي كان يغسل الميت حذريثا حرزيثا عوذا سننطال. إذن وربين في سورة الجاثية الآية 17: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ويناغد ربي سبحانه أو ينذب عن المنهج القرآن الكريم ينجح في الحياة ومآله الجنة. ثم ديثيس الصفراح أنت ثلاث مديثاقي أسندي سورة الزمر الآية 67 وما بعدها أغجعل ربي سقما ولنا الجنة عند دين ربي سبحانه: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. أذشمن جماعات أماكن يتعبد ربي ذي الدنيث جماعات ربكم يشمغ الجنة جماعات. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، تجي قراءة ورش: وفتحت أبوابها حفص وقال لهم خزنتها. ليش سنين مرحبا يسون سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الملائكة أذينين مولى الجنة كشمث الجنة خالدين معنى اترنالمون أتعيش مذينا إلى الأبد خلود في الجنة. ذا شد انتقناك أهل الجنة أذينين الحمد لله الذي صدقنا وعده. الحمد لله ربي يصدق يوفس الوعديس والله لا يخلف الميعاد. الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. بعد ربي ند: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. ونقول في الدنيا الحمد لله رب العالمين. نسأل الله أن نقولها في الجنة الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.